السلام عليكم، شخباركم متابعين قناة غزال؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. ما نطولش عليكم البنات، اليوم غادي نحضر ان شاء الله طارت كتجي منعشه، كتجي صحيه وتزيين يعني في المتناول. نتوما انا قطعتها، كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي طبقات. بالنسبه للطبقه الاخيره كتجي يعني بالموس تاع الخوخ، كتجي رائعه وصحيه. شفتوا الشكل ديالها؟ كتجي بزاف زوينه البنات، نتمنى انكم تجربوها. غندوزو ان شاء الله مباشره نقدموا الوصفه على بركه الله البنات. بالنسبه للطبقه الاولانيه عندي غادي نديرها ان شاء الله بالكراميل. غادي نحطوا الكراميل اول حاجه، الكراميل يذوب لي السكر. عندي السكر 2 معالق، 3 4 5 معالق تاع السكر غنحطها حتى يذوب وغنرجع لكم. بالنسبه للكراميل ديالنا البنات هو داب، يعني ما ضفت معاه لا ماء لا حتى شي حاجه، غير السكر على النار مهيله. غادي نضيف دابا واحد 2 معالق تاع الماء حتى كيذوب. كنحط دوك 5 المعالق السنيده على النار ونقص عليهم النار ونخليه حتى يولي كراميل. صافي كيولي كراميل هكذايا، وكنضيف ليه 2 معالق الماء. غادي نصايب واحد الخليط هنايا في زلافه. كنوضع واحد المعلقه تاع الكاكاو المر، وكنعمل واحد المعلقه تاع الميزينا او النشا، هكا معلقه يعني تكون عامره. عندي كاس العصير تاع قصب السكر، الا كان حداكم تيعطي واحد المذاق، هو اصلا عنده واحد المذاق وفيه الحلاوه، يعني واحد المذاق ديالو خاص. فإلا كان حداكم يمكن لكم تعملوه، الا ما كانش اللي كيعصروا حداكم يمكن لكم تعوضوه بالعصير تاع البرتقال. صافي وكنخلطو مزيان هذا الخليط حتى يتخلط ليا، وكنضيفوه على الكراميل. نتوما شفتوا شكل الكراميل، انا خلطت داك الخليط. صافي الناس، انا الكراميل راه سخون، ضفت عليه الخليط يعني دغيا غيعقد ليا. غادي نقابلو بالتحرك بالمعلقه الخشبيه. صافي حتى كيولي هكذا عاقد. شفتوا كياخذش مني 5 دقائق تيكون واجد. صافي كيبدا يدير دوك الفقاعات معناتها باش طيب لينا غير النشا، وكنطفي عليه. صافي تتكون عاقد يعني هكا كريمه موس عاقد. تنزولو من النار اللون ديالو. وبالنسبه للمذاق ما نقول لكمش، بالنسبه لداك الكراميل وداك العصير تاع قصب السكر تيعطيه المذاق زوين. صافي كنجيب هرنيس وكنكسرها هكا كطرف، يعني هكا طرف تيكونوا كبار شويه. يمكن لكم تعملوا اي بسكوي اخر بغيتوه، انا كيعجبني هذا فيه القرمشه، كيجي مقرمش كيعجبني، فيه المذاق زوين. كنا كناكلوه من الصغر فزوين. شفتوا هكا كنخليه طرف باش كنقطعوا ديك الطبقه الاولى. كيجي باين بحال كاينه شي حاجه، يعني شي مكسرات او شي حاجه هكا، يعني كتجي باش كنقطعوا الحلوه ديالنا كتجي باينه. كنهرسو هكذايا. تنوضع 2 علاب تاع درهم تاع الهيرنيس. غير كنهرس غير هكا بيدي طرف كيف قلت لكم بقاو باينين. صافي البنات كنخلط هكذايا وكندوزو ندريسيو. عندي يعني لاباط عندي واجده، كنت حضرت وبقات ليا، كنت عملت لي طارط وبقات ليا وحده، فقلت ان شاء الله نخدمها معكم. يعني كم عارفين هذا غير عجينه الصابلي. بالنسبه وحيده هكذايا، وحيده 60 غرام الزبده، واحد ربع كاس تاع زيت نباتيه، ونص بيضه، و2 معالق سنيده فقط، والدقيق على حسب الخليط. الا بغيتو تنسموها بالفاني صافي.
وكتسرحوا هكا وطيبوها. تتبقى عندكم يعني بحال العجينه الصابري كتحتفظوا بها. وقت ما بغيتو طيبوا لي طارت كتكون واجده. دابا بالنسبه كتكون هي حاضره تكون المساله سهله. اي وقت نطو بغيتو طيبوا طارت كتكون القضيه سهله. صافي دابا كنعملها في الاطار فيه غادي نديموليو. صافي بالنسبه تتكون ملي كطيب كنطيبو في هاد الصينيه ديال الاطار. ملي كطيب بحال كتنقش شويه مع الطيب كتجمع شويه. فحاولوا حطوها في الوسط باش تجينا يعني مساويه. انا كنصب الخليط الاول هو اللي غيكون من الاسفل. صافي كنوزعو على الوجه تاع البسكوي حتى تجينا مقاده. هانتوما كيف كتشوفوا انا وزعتها. وحاولوا تنظفوا ليطار ديالكم باش ما يكونش هكا مجلخ. من تنعملوا الطبقه الثانيه ما يكونش هكا مجلخ. من كنقطعو كتجي منظمه. عندي هنا نصف لتر الحليب. عندي 2 معالق تاع السكر سنيده. الحلاوه كيف كنقول ديما على حسب الذوق. عندي 2 معالق تاع كريم باتيسير. وعندي معلقه تاع المايزينا. وضعت معلقه تاع المايزينا و2 معالق تاع كريم باتيسير. صافي البنات غادي نخدمهم وغنحطهم على النار هكذايا ومع التحراك تنقبلهم. وكنضيف واحد ما تصورش لي واحد البشور تاع ليمونه حامضه تكون صفرة من الاحسن باش ما يبانش الخضوريه في الكريمه ديالنا. صافي كطيب حتى كتولي هكذايا. هي راه غير تتبرد كتجمد كتشد راسها كتولي صافي. بالنسبه للحلوه ديالنا كنكونوا حاطينها في الثلاجه ما بين كنوجدوا الكريمه الثانيه. صافي كنجبدوها من الثلاجه. وكيف قلت لكم حاولوا الاطار يكون نظيف. الا كان بان لكم شي حاجه حاولوا تمسحوه باش يكون نظيف. صافي كنجيبوها سخونه لان الا خليناها بردات غادي تجمد وغتجمع. فغنصبوها سخونه صافي. هكا غير كنحاولوا نقادو المول. هي راه كتشد راسها يعني كتشد بلاصتها راسها. صافي كنحطوها في الثلاجه كيف العاده. غتشد غير لتحت غير اسفل في الثلاجه ماشي في المجمد. كنخليوه حتى تبرد. بالنسبه لنا الطبقه الاخيره عندي الخوخ كان عندي في المجمد صراحه ما كانش عندي واجد اللي طري. كان عندي في المجمد غنطحنو مع عصير تاع قصب السكر كيف قلنا. كنعتذر منكم ضربني شويه البرد. الا ما كانش كيف قلنا عصير قصب السكر يمكن لكم تعملوا الليمون. كاس تاع الليمون كنطحنوهم وكنضيفوا لهم واحد كنور. عفوا واحد ماشي كنور عفوا كنعتذر. واحد الفلان غير تاع درهم. غير الفلان غير تاع درهم يعني ما نديروش تاع النكهه غير طبيعي يعني عادي. صافي وكنضيفوا ليه واحد المعلقه تاع المايزينا او النشا. صافي البنات كنحركو مزيان. تنحركو يعني حتى تذوب لينا داك النشا. وكنحطوه على النار حتى يبدا يغلى ليا. غير يبدا يغلى كنزولوه. صافي شفتو هو على النار. صافي دا كيدير ديك الفقاعه تاع تيغلى وكنطفي عليه. صافي هو واجد زولته من النار. صافي غيكون كتبقى الاخيره ان شاء الله. صافي كنخرجوا الحلوه ديالنا من الثلاجه راه شدات وجمدات وكتشوفوا راه يعني صافي شدت راسها. صافي كنصب الخليط الاخير تاع
تاع الخوخ، كيجي يعني هكا صحي وكيجي تاع فاكهه، وكتاكل شي حاجه يعني تاع فواكه تيكون هكا زوينته في الاكل. صافي تنخليوها البنات تبرد. بالنسبه للوجه شويه قاسها ليا ولدي، كانت محطوطه في الثلاجه فقاسها ليا شويه ولدي. تبقاو تردوا البال مع الدراري كيف ما ما انا كنرد مع البال، لكن الدراري صغار. صافي شفتوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. وبالنسبه للاطار راه كنحلو كيتحيد بسهوله، ما كيشد ما حتى شي حاجه، ما عملت ليه حتى شي حاجه. صافي راه كنزينوها غير بحب الملوك او التوت احمر. صافي كنزينوها هكا ساهل يعني، كنحطوه من الجوانب والتزيين تيبقى على حسب الرغبه. ما كاين اللي كيبغي يكثر تزيين، كاين اللي كيبغي يخلي الحلوه هكا خفيفه. صافي غير واحد نصيص تاع التفاح تنقطعو شرائح هكذايا وتنحطو في الوسط او في الجانب هكذايا كيف كتشوفوا. وهذا هو بالصحه والراحه. والطرطه ديالنا يعني وجدات بسهوله ومن غير تعقيدات وغير مكلفه، يعني تقريبا المكونات كلها كتكون موجوده. يلا بصحتكم وراحتكم، باي باي، نتلاقاكم في فيديو مقبل.